السلام عليكم يا جماعه، ان شاء الله تكونوا بخير. انا عارفه ان انا بقالي فتره طويله جدا ما نزلتش اي فيديوهات، وعارفه برضو ان انا كل شويه بطلع بقول لكم نفس الكلام، وبقول لكم ان انا هرجع تاني وانزل تاني، وانا اسفه جدا على التقصير ده. انا عارفه ان انا بجد قصرت جامد جدا، ان انا ما ردتش على تعليقاتكم على اليوتيوب زي ما كنت بعمل قبل. وانا الفتره دي بالذات كل ما بكلم حد بيقول لي اني احنا بجد مصدومين، حياتنا بجد بتتغير بسرعه، حاجات بتتغير في حياتنا احنا ما كناش متوقعينها، مفيش حد مرتاح 100%. وانا مش عايزه اقرفكم او انا كده عليكم ولا كل الكلام ده. انتوا عارفين ان انا بحب دايما اديكوا طاقه ايجابيه. فكره اني كنت مختفيه عشان اول حاجه اتخرجت من الجامعه، قعدت 3 سنين فيها بدرس شرطه وتحقيق، زي ما في ناس منكم عارفين، دول اللي تابعوني من فتره طويله جدا عارفين الكلام ده. كنت بخلص المذاكره بعدين كنت بشتغل، فعلشان كده مشغوله جدا الفتره اللي فاتت. وانا عارفه انا بتكلم بسرعه عشان بس بجد بقالي فتره طويله ما اتكلمتش ولا طلعت ولا يعني موضوع يعني غريب شويه، عشان فعلا لما الواحد بيسيب حاجه فتره طويله اللي هو بيحس اني طب انا رجعت دلوقتي هيحصل لي ردة الفعل هتكون عامله ازاي وكده. وانا عارفه ان في كتير منكم بجد اوفياء جدا وبيحبوني فعلا، عشان كده انا مش قلقانه من الرجعه دي. بس عايزه مش هغير القناه، بس عايزه ان انا احسنها، اعمل حاجات مختلفه ما كنتش بعملها قبل. فمش عارفه لو دي حاجه ممكن تعجبكم ولا لا. لو انتوا عندكم اقتراحات برضو قولولي. في حاجات كتير اتعلمتها الفتره اللي فاتت، بجد 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 كتير جدا، يعني اكتر من اي حاجه اتعلمتها من قبل. بصوا برضو طلع لي البتاع ده، طلعوا لي من كتر ما انا الفتره دي كنت ستريسد مركزه. بس فعلا يعني اتعلمت حاجات فعلا في الحياة، يعني مش حاجات اللي هو عملية، حاجات اني مثلا اديكم مثال صغير وهعمل فيديو عن الموضوع ده. اني مثلا احنا ما نقدرش نثق باي حد في الشغل، وان الشغل فعلا لما يخش اي علاقة صداقة بيبوظها. يعني فعلا مش عارفة ليه الناس مش بتتكلم عن الموضوع ده كتير. انا شخصيا قبل ما ابدا كنت فاكرة ان الناس كلها ايه، يعني بيحبوا يساعدوا، لو انا وانت بنشتغل في نفس المكان فاحنا عندنا نفس المصلحة فهنكون عاوزين نساعد بعض، مش عارفة ايه. اكتشفت اني لا خالص، كمان كنت اذكى وكنت احسن في شغلك وكنت عندك اللي هو الباشن ان انت تشتغل وتدي، هتلاقي في ناس كتير اعداء واقفين لك. حتى لو هما مش اعداء مش هيكونوا داعمين، يعني مش هيكونوا عاوزين يساعدوك زي ما انت ممكن تكون متخيل. ودي حاجة برضو صدمتني جدا، عشان لما دخلت الشغل جديد كنت متوقعة بقى ان ايه كل حاجة تبقى تمام وتحفة مش عارفة ايه. اكتشفت اني لا، يعني عشان كده ما تثقوش قوي في الناس اللي حواليكوا. وكل ما على فكرة البدايات كانت احلى كل ما النهايات اوحش. وكل ما انت وثقت في شخص اول ما شفته قلت لا هو ده this is the one، خلاص انا هثق في الشخص ده 100%. الشخص ده عمره ما هيغدرني، عمره ما يطعني في ظهري، عمره ما هيحاول يزعلني مثلا. كل ما انت قلت كده عن شخص اكتر، كل ما اتعشمت بشخص او بحاجة اكتر، كل ما هتتصدم اكتر. ودي على فكرة حاجة بسطاني دلوقتي، عشان انا حاسة ان انا الحمد لله ان انا اتعلمت الموضوع ده في سن صغير. علشان لو كنت فضلت زي ما كنت انا اعتقد كنت بجد اللي هو بهدلت بجد حرفيا. عشان انا من الناس اللي لما بقابل حد اول مره مش بثق بحد خالص اول ما بقابله على فكره، ولا حتى بعد ما بقابله، بس يعني دايما بحط اللي هو فكره ان الشخص ده ممكن يكون كويس، ولو حسست ان هو كويس فانا ببدا بثق. ولما بثق وبحب الشخص مهما كان، يعني انا بتكلم دلوقتي عن الصداقه، فلو انا مثلا وثقت في شخص وحسيت اني خلاص تمام، مثلا البنت دي كويسه جدا ومش عارفه ايه، ببدا اللي هو ان انا اظهر نفسي اكتر للشخص ده، اللي هو شويه شويه كده شخصيتي تظهر اكتر تبان اكتر. عشان انا عمري ما بكون شخصيتي 100% اول ما حد يقابلني، عشان بكون مكسوفه شويه، مش واثقه قوي بالشخص اللي قدامي، فببقى اللي هو متحفظه. لما ببدا اثق تظهر بقى الشخصيه بتاعتي. حاجات كتير محدش يعرفها عني، زي مثلا بتكلم كتير، بحب مثلا اخفف دم قوي. لو انا مثلا مع شخص معرفوش مستحيل اخفف دم، عشان اللي هو بجد بتكسف وبخاف اني ايه الشخص ده ما يضحكش واقول انا ما بعرفش اضحك، جو طويل يعني. فعشان كده لما بقابل شخص بثق فيه، اللي هو لما بحس ان الشخص ده اللي هو عدى مرحلة عدم الثقة وخلاص بقيت قريبة من الشخص، بحس اللي هو خلاص خلاص دي صاحبتي، خلاص مفيش حاجة هتحصل، مفيش حاجة وحشة هتحصل. ودايما بنسى ان انا ما بثقش بحد. يعني دايما انا اللي هو لما بثق بشخص جديد بقول الشخص ده مش هيكون زي الاشخاص اللي خذلوني من قبل او اللي خانوا او غدروا ثقتي. بالعكس الشخص ده هيكون مستاهل الثقة دي ان انا هديها له او اديها لها. اللي بيحصل كل مرة ان انا ايه قفا ليه؟ علشان الانسان لازم يتعلم، وعلشان الانسان لما يحس بحاجه ويعاند مع نفسه غلط. هقول لكم ليه. حاجات كتير حصلت، مش هتكلم بالتفاصيل، بس حاجات كتير حصلت الفتره اللي فاتت كنت حاسه من جوايا انها مش حوار هتحصل، انا مش بتنبأ،
بس كنت بحس جوايا بحاجه، يعني كنت ما بين حاجتين، وكنت حاسه دايما ان انا عايزه الحاجه الاولانيه، بس رحت مع حاجات تانية، عاندت الاحساس بتاعي. ربنا خلق فينا الاحساس ده، مش كلنا عندنا الاحساس ده على فكره. لو انت عندك الاحساس وبتحس قبل ما حاجه تحصل، او بتحس بحاجه مثلا، حتى لما بتعمل استخاره بيجي لك الشعور، او حتى قبل استخاره بيكون عندك شعور، دي حاجه ربانيه، دي حاجه جميله قوي من ربنا بيديها لك عشان انت تعرف تعمل ايه وتتصرف ازاي. ما انت تعاند الاحساس ده وتقول لا انا ده ممكن يكون توتر، ممكن يكون معرفش ايه، وتختار الحاجه التانية، يبقى انت معلش سوري في الكلمه عاوز تتبهدل وتاخد قفا. ده اللي حصل معايا على فكره. هو بجد انا حاسه بحاجه، انا ليه بعمل عكسها محدش عارف، بس we live and we learn، بنعيش وبنتعلم. خلاصة الحديث ان انا الفتره اللي فاتت بجد كنت بكتشف حاجات كتير، كنت بتعلم حاجات كتير، كنت بتصدم بحاجات كتير، كنت بكتشف ان فعلا في الزمن احنا فيه مفيش ثقه، بجد مفيش ثقه. يعني انت قد ما قلت ان الشخص ده عمره ما هيخذلني والشخص ده احسن حد في لا لا لا. في اغنيه جميله جدا بتقول ايه، مفيش صاحب يتصاحب. حتى لو انت صاحبت، وحتى لو انت حبيت واعز الاصدقاء ومعرفش ايه، الثقه مش هتكون 100%. بس الفكرة هي ان انت كل ما اتعشمت بحد اكتر، كل ما انت هتاخد قفا اكتر. انا دايما بعمل نفس الخطأ ده في حياتي على فكرة، وانا بنصحكم عشان ما تعملوش زيي. لما بحب شخص، اي شخص في العالم، بحب الشخص ده 100%، ما بعرفش احب 50%، ما بعرفش احب 60%، وده غلط. وعندي برضو حته وحشه جدا، اللي هو ايه، انا بقى عايزه اتحكم من الشخص ده، فاللي هو بحب الشخص لازم الشخص ده يبقى معايا انا دايما، بس صاحبتي تخرج معايا انا دايما، تحبني انا بس، ما تخرجش مع غيري، ما اعرفش ايه الجو ده. انا قبل كنت على فكره كنت مجنونه بجد، كنت يعني كان وضعي سيء جدا. دلوقتي بقى ايه، مبقاش يفرق لي الصراحه، عشان بقيت بقول خلاص انا هقعد اتضايق واغير على حاجات، طب انا ما فيش حد ملكي ولا انا ملك حد. هي دي كده يعني. دايما انا ما بحبش حد يقيدني او يقيد حريتي، او يقيد انا بخرج مع مين وما بخرجش مع مين. انا برضو مش هعمل كده مع حد تاني. زي ما انت عايز حاجه معينه في الحياه لازم تكون انت بتقدمها، ما ينفعش ان انت تطلب حاجه انت مش بتعملها. فانا دلوقتي بقيت ايه، انا حاسه ان انا اتغيرت قوي من الناحيه دي، ان انا ما بقتش بغير قوي زي ما كنت زمان بجد على صحابي يعني. حتى ان انا ما بقاش يفرق معايا، يعني لو حد كلمني كلمه، لو حد ما كلمنيش ما كلموش كده يعني. قبل كنت ايه، لو كل يوم لازم اكلم الشخص، اطمن على الشخص، لازم يكون في حديث بيني وبين الشخص، واقعد بقى ساعات بتكلم. كنت مثلا عايزه اعمل حاجه مهمه او ورايا حاجه مهمه، كسف اقول باي علشان مش عايزه اضايق الشخص اللي قدامي، بقول لنفسي ايه مثلا الشخص ده بيتكلم حرام هكسفه او اكسفها. جواب بجد ملوش اي 60 لازمه يعني. هو بجد انا جبت لنفسي الهم والقرف، مفيش داعي يعني. انصحكم عشان انتوا برضو ما تقرفوش نفسكم بجد. ادوا كل انسان قد ما هو بيديكوا، فادوا كل انسان حجمه. مين اللي بيحدد حجم الانسان؟ تعامله وتصرفه معاك. يعني هو كل ما يتعامل معاك بطريقه راقيه اكتر، فانت كبر القالب بتاعه كده، حطه في قالب اكبر، احترمه اكتر. كل ما هو صغر نفسه وصغرك معاه، صغره انت كمان. عشان مفيش داعي ان احنا نكبر الناس في حياتنا على الفاضي، مفيش داعي نعطي قيمة اكبر من اللازم، عشان كل انسان بتديه قيمة اكتر مما يستحق هيشوف نفسه عليك ايه بقى اللي هو كمان ايه يعني، مفيش حاجة هتعجبه. فخلاصة الحديث وخلاصة الفيديو هو ان انا اسفة ان انا اتأخرت عليكم، وانا عارفة ان انا مقصرة قوي في الفيديوهات، وان شاء الله الفترة الجاية هنزل فيديوهات اكتر. وخدوا بالكم من الناس اللي انتوا بتثقوا فيها واللي بتحبوها قوي. انا عارفه ان دي حاجه هتقرف ناس كتير، وتقول طب ايه القرف ده، طب انا جايه اسمع دين، مش جايه اسمع حد بيقول لي ما تثقيش وما تحبيش. مش بقول كده، حبوا واثقوا واعملوا اللي انتوا عاوزينه بس بحدود. فعلا كنت كده وبقيت احسن دلوقتي، وتعلمت ازاي احط حدود. بتعلم شويه شويه، مش بقولك انا ايه بقى حريفه بقى وما لا لا لا. بقيت احط شويه باوندريز، حدود للناس وبس. وعلى فكره ده خاتم عادي، بس عشان انا عارفه ناس كتير هتقولي اه انت اختفيتي عشان خاتم. لا لا خالص، ملوش علاقه. بس هو ده كان الفيديو، وتعليقاتكم وحشتني ودعواتكم الجميله جدا وحشتني. وفعلا اعتذر عن التقصير، واتمنى ان انا الفتره الجايه اكون قد كلمتي لما اقول لكم انا هرجع تاني وانزل تاني. فده كان الفيديو، لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب زي كل مره. ولو عاوزين اعمل فيديو عن حاجه معينه اكتبوا تحت في التعليقات، ما تتكسفوش ابدا. ممكن يكون عن اي موضوع انتوا عاوزينه، ما تتكسفوش خالص. انتوا عارفين اصلا انا من الناس اللي ممكن اقول جريئه شويه في الكلام، يعني بتكلم عن حاجات كان غيري ما يحبش يتكلم عنها او يتكسف لما يتكلم عنها، بس انا ما عنديش اي مشكله، عشان بشوف ان الانسان لما بيتكلم مع الناس اللي حواليه بيتعلم وبيعلم وبيستفاد. الناس اللي انا بكلمها ناس واعيه وعاقله، ودي حاجه اكيد يعني وجميله زيكم، فاكيد انا اقول اللي انا عاوزاه.
من غير ما اتكسف ولا ازعل ولا اي حاجه. وبس، بحبكم جدا، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب على قناه تفعلوا الجرس، وخدوا بالكم من نفسكم، وزي ما اقول في كل فيديو ان شاء الله اشوفكم على خير. مع السلامه.